السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني وحبايبي، شرفتوني ونورتوني ووجودكم دايما على راسي. أول حاجة كده بقى عايزاكم تطلعوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ومتنسوش تحطوا اللايك على الفيديو ده والتعليق اللذيذ الظريف متنسوش تحطوه. احنا بقى راجعين مع بعض النهاردة وعملنا مع بعض القرص الفلاحي. حلوة قوي. مش بتاخد وقت يعني كتير ولا حاجة، وجميلة جدا للأولاد في المدرسة، ممكن حلوة للعشاء وحلوة للفطار، ممكن تدي للأولاد في اللانش بوكس معاهم وهم رايحين المدرسة. جميلة جدا. يعني اوفر لما تشتريها من برا كتير. انا هنا عملت شوية مدورين كده شكل القرص المعتاد عليه يعني، وعملت شوية رفيعين كده زي القراقيش. تمام. اول حاجة انا اولا يعني ما عملتش بالمعيار، انا عملت بالنظر كده، بس انا اقول لكم يعني المقادير تقديريا كده. انا معايا حوالي كيلو ونص من الدقيق، ومعايا حوالي كوبايتين سمنة على زيت. هبدأ احطهم على الدقيق بتاعي، وابدأ افركهم كده. ومعايا بقى معايا معلقتين من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعايا معلقة صغيرة من الملح، وهنحط كمان سمسم مع المقادير بتاعتنا، وهنحط تقريبا معلقة كيك شيف او معلقة بيكنج باودر. انا هنا خلاص كنت فركت الدقيق في السمنة، يعني انا بمسك السمنة كده ادعكها في الدقيق الاول، وبعدين ابدأ انزل بالحاجات بتاعتي اللي هي السمسم والملح والسكر والخميرة، وهبدأ افركهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين لحد ما اغلف الدقيق كله بالسمنة اللي معايا. هنا بقى انا معايا مية، احط عشوائي لحد ما الدقيق يلم معايا. يعني المية بقى احنا مش هنقدرها كمان، يعني لان المية حسب الدقيق اللي معاكي، يعني في دقيق ما بياخدش مية كتير، وفي دقيق بيحب المية. انا هنا هبدأ احط مية شوية بشوية علشان العجين ما يسيبش مني. انا هنا هفضل اعجن فيها كده، وهفضل ازود مية لحد ما العجينة الاقيها يعني بقت طرية معايا، وخلاص ما عادتش محتاجة عجين. اهو زي ما انتم شايفين، كل ما بعجن فيها كل ما بتلين وبتطرى وبتنعم معايا. انا هنا طبعا كنت مسرعة الفيديو علشان يعني وقت الفيديو يعني وكده ما يبقاش طويل. انا هنا هبدأ الم في العجينة كده. هنا خلاص تقريبا كنت خلصت عجين فيها، فانا هبدأ المها وهحطها في البولة بتاعتي، وهجيب استرتش واغطيها. هغطيها بالاسترتش، وهجيب فوطة احطها عليها، وهدخلها فرن البوتاجاز بما انه ادفى مكان. يعني فرن البوتاجاز هو ادفى مكان عندي، فانا بخمر فيه. هنا خلاص انا كنت سبتها حوالي ساعة، ورجعت شايفين ما شاء الله تبارك الله ملت البولة معايا. انا ما كنتش مدخلها بالحجم ده، كانت يعني حاجة صغيرة. هنا خلاص كانت اختمرت. انا هبدأ اخد حتة بحتة كده، وابدأ افردها زي ما انتم شايفين كده، واقطعها بقطعة العجين، وابدأ ارصها في الصواني اللي معايا، واسيبها شوية قبل ما تدخل الفرن. يعني اسيبها شوية، مش هدخلها الفرن على طول. زي ما انتم شايفين. جربوها صدقوني مش هتندموا، حلوة قوي. يا سلام عليها مع كوباية شاي في العشاء او في الفطار. جميلة جدا.
وخفيفة ومش يعني ايه، حلوة قوي قوي في الفطار، يعني في الفطار وفي العشاء. هنا هبدأ اعمل كمان شوية. انا هعمل دول تقريبا بس كده زي القراقيش، والباقي هعمله تقرصات صغيرة كده، وهعملهم قرص مدورة، القرص اللي يعني شكلها المعتاد عليها، القرص الفلاحي المدورة. دي هبدأ ايه اخبزها او افردها ايه عريضة شوية، واشقها من النص اتنين، وارجع اقطعها تاني عشان يعني ايه تبقى قصيرة. ودول كمان هبدأ ان انا اعملهم تقرصات صغيرة كده، واسيبهم واخدهم بقى ايه افردهم، اعملهم القرص اللي هي المدورة اللي انا بقول لكم عليها. اقرص كل الكمية علشان ترتاح معايا. انا خلاص هبدأ بقى ايه اخد واحدة واحدة كده وافرد واحطها في الصينية. انا هفردهم واحطهم في الصينية جنب بعض، وقبل ما ادخلهم الفرن هديلهم يعني ايه شرطتين كده بالسكينة في نص القرصة، علشان لما تدخل الفرن هترتفع كمان، يعني ما تقبش معايا، ما تتنفخش معايا. هديلها شرطتين بالسكينة كده في النص. انا هبدأ اخبز في القرص بتاعتي، افردها حاجة بسيطة خالص يعني. هخلص كل الكمية اللي معايا، وهكون مسخنة الفرن بتاعي، يعني فرن البوتاجاز انا حطاه في فرن البوتاجاز. فانا يعني شغلته من اول ما بدأت، اول ما العجينة خمرت معايا شغلت الفرن بتاع البوتاجاز علشان يسخن، وبدأت اشتغل. هنا انا كنت حاطة اللي هما المدورين دول في الفرن، وكانوا خلاص خرجوا من الفرن. شايفين الجمال والحلاوة؟ ما شاء الله تبارك الله. جربوها مش هتندموا. ما تنسوش تشتركوا في القناة زي ما قلت لكم، وتدعموني. تزوروني في حلقة جديدة او في وصفة جديدة. باي باي.